وأنه المغرب ولا من كبار العالم. المغرب من كبار العالم. هاللاعب هذايا مستر توم خذا البكالوريا في سن 16 سنة يقرأ مازال بكالوريا بملاحظة حسن جدا. اخوان السلام عليكم، جيناكم فيديو جديد، فيديو حلقة اليوم. الاخوان الاعلام التونسي ما شاء الله ما شاء الله، والطريقة التي يتكلموا بها هنا فيكم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الاعلام التونسي يرد بقوة على الاعلام الكرغولي على ما فعلوا بمقابلة المغرب وتشجيعهم لمنتخب البرازيل، فيما الإعلام التونسي منبهر باللاعب أيوب بوعدي والطريقة التي لعب بها المنتخب الوطني. شكرا للإعلام التونسي. وما نساوش الإخوان الجمهور الكرغولي وما فعله بدولة أمريكا. الإخوان ديك المشاحنات مع الجماهير الأرجنتينية، الجمهور الكرغولي أينما حل وارتحل دائما المشاكل جاء للمغرب من أجل التبول، ذهب لكوت ديفوار من أجل المشاكل. ها هو اليوم أمام العالم والكل يشهد بأنه جمهور يخلق الفتنة، وجمهور ما عنده حتى شي غرض بالكرة، عنده غير السياسة، جمهور جاهل، جمهور مشحون من طرف القادة ديالهم. لذلك الإخوان بغينا كل شيء يشوف هذا الفيديو هذا الإخوان ويسمع ما قاله الإعلام التونسي على اللاعب أيوب بوعدي، وندوزو مورا الإخوان ونشوفوا الجمهور الكرغولي ما فعله بدولة أمريكا. وما تنساش لايك ومتابعة والسيبورت ديالكم اخوتي باش توصلوا بالجديد ديالنا، وشكرا على دعمكم الإخوان. يلا نمشيو نشوفوا الفيديو الإخوان. ليلة كبيرة المغرب امبارح، العالم الكل البارح متفرج في التلفزيات أجنبية الحقيقة وغربية بالأساس، يتحدثون وما غلطوش عن كون مقابلة المغرب والبرازيل هي أول قمة في المونديال. هذا الحديث ما كانش يكون قبل. المغرب والبرازيل كانت تكون مقابلة عادية مثل كل المقابلات، ولات قمة. علاش وما غلطوش العالم الكل كي قالوا مقابلة قمة؟ لأنه يعتبروا أنه المغرب هو اللي وصل للقمة. ثم ما غلطوش أيضا وأكدت المغرب البارح وأنه المغرب ولا من كبار العالم. المغرب من كبار العالم. أنا نوافق يا جمال وقت اللي نسمع بعض العناوين وأنه المغرب معناها اقتلع التعادل أمام البرازيل أو المغرب حصل على التعادل أمام البرازيل. لا، اقلب الجملة. اقلب الجملة كما قالك عادل إمام، اقلب الورقة. اقلب الورقة. البرازيل حصل على نقطة أمام المغرب. ما تفرجتوش في المقابلة؟ ال 30 دقيقة الأولى تقول البرازيل هي المغرب، والبرازيل ما جاتش، وما جاتش مش على خاطر خايبة. أيوة. ما جاتش على خاطر المغرب راهو غير عادي. راهو السبع دقائق الأولى والعشر دقائق الأولى الضغط المغربي استثنائي. معناها شوف الخطة اللي حضرها المدرب. راهو العشر دقائق الأولى عاود تفرج تقول 2 بلاش كانت مفروض 3 10 دقائق. راهو 10 دقائق ما يتنفسوش. فينيسيوس سوى الكوره بعد 14 15 دقيقه، وفينيسيوس اللي هو احسن لاعب في البرازيل البارح. كازيميرو الصحف الكل عنوان كبير، ايوب يفسخ كازيميرو. وزاد هاكا انشيلوتي اكد الفسخ نتاعو في بين الشوطين، قال وقت غايب تبديل. هذا ايوب انا اول مره نسمع به الحقيقه. نتبع شويه ولكن عمري كنت نتصور انه المنتخب المغربي في تقديمك قلت لي شبب الفريق. هما لاعبين ما سمعناهمش 2022، ما نعرفوهمش توا 4 5 اشهر. انا نعطيك لانه قصه ايوب هذايا غير عاديه. راهو قصته انا حليت كتاب كامل الصباح على ايوب بوعدي، حليت كتاب كامل. لانه البارح اذا كان قطر كانت اول مفاجاه في المونديال، فايوب اول نجم نتاع المونديال. اول نجوم المونديال هو ايوب. العالم الكل يحكي عليه اليوم وحلينا عليه الكتاب. هاللاعب هذايا مستر توم خذا البكالوريا في سن 16 سنه يقرا مازال بكالوريا بملاحظه حسن جدا. بعد عامين عملوا مناظره متاع احسن المرافعات في الكليات.
جاء هو الاول وخذا الجائزه من عند ماكرون في الاليزي، المحاضرات معناها نتاع شكون يعرف يرافع. مناظرة. مناظره. احسن انسان يعرف يلقي. ثم اللاعب هذا اللي يلعب في ليل هو بالمناسبه عمره 18 سنه. في مارس 2026 كان قائد الفريق الفرنسي تاع 21 سنه. هذه سرقة القرن. قوة المغرب قائد الفريق الفرنسي نتاع اليو 21 سنه. المغرب كيفاش خذته وهربت بها الجوهره. اللاعب هذا لو نقعدوا نحكيو عليه لانه صحيح البارح عمل حاجه غير عاديه. رجعوا بالارقام سنوات وسنوات. اول لاعب منذ قداش من عام يعمل في مقابله نتاع كاس عالم 60 تمريره صحيحه. صحيح. هذا اللاعب الحقيقه صوره للمغرب اليوم. هذاك علاش انا نقول الناس اللي تحكي على المغرب حصلت على التعادل، البرازيل حصلت على التعادل، والمغرب الحقيقه مرة أخرى شرفتنا نورتنا وإن شاء الله ديما القدام. الحديث على جواب نعطيك درس. بي اس جي نيمار ميسي مبابي 3 وين وصل لحد شيء ولا شيء. كرة القدم مجموعة، كرة قدم فريق عنده شخصية، كرة قدم فريق عنده روح جماعية، مش كل واحد يلعب لنفسه. ما تنجمش تعمل فريق وقت اللي كل لاعب يفكر في المردود نتاعو الشخصي. اللي حبيت نقوله انه المغرب كله نجوم ولكن النجم الاوحد هو الفريق. هو المغرب. هاو الفرق. البرازيل كله نجوم ولكن كل نجوم على انفراد ما يعملوش فريق. والى حد الان زوز ملاحظات تحت رقابة مستر توم. الملاحظة الأولى المدرب المغربي خذا الفريق المغربي توا أول مقابلة متاع اللاعب أيوب هذايا نحسوا الطابع متاع المدرب. لأن وقت اللي عندك أناحي وعندك أشرف حكيمي وعندك لاعبين وعندك إبراهيم دياز وعندك وشاب صغير ما نجمش يكون هو النجم فوق الميدان دون تعليمات المدرب. اكيد. لانه يعرف انه كل شيء يمر عبر هذا اللاعب اعطاه فيه الثقه. اذا هو بصمه المدرب. اليوم ايضا يعني تحت رقابه انشيلوتي وما ادراك المدرب الكبير والشهير بتاع ريال مدريد وغيره. الى حد الان ما ريش بصمته في البرازيل. الى حد الان فرش في البرازيل ضد هو شيء نادر بالنسبه للبرازيليين انه يقودوا مدرب غير برازيلي بعقليه اوروبيه. والاسوء انه هو بالنسبه للبرازيليين طبعا ان الطليان يتمتعوا بجانب دفاعي اكبر، تامين الدفاع ومن ثم اللعب على الهجوم. هذا بالنسبه للبرازيل شيء مقيد. شوف البرازيل ظنوا لانهم هم قوه ضاربه في الهجوم قالوا نجيبوا مدرب نتاع كاتيناشيو نتاع ايطاليا وانشيلوتي يحسن لنا الدفاع. وهكا خسروا الهجوم وخسروا الدفاع. حديث مع المستر عن مقارنات. انتم الاخوان شوفوا الجمهور الكرغولي يا اخوان اينما حلوا وارتحل ذهبوا الى الكوديفوار واساءوا بشعبها فتم ترحيلهم. جاءوا للمغرب من اجل التبول بحال ما عندهمش طواليطات. ها هم الان في اكبر دوله عظمى وشوفوا المشاكل الاخوان. باش ليعرف العالم باسره بانه هو هذا الجمهور الكرغولي، الجمهور الخبيث، الجمهور المريض، الجمهور المشحون، الجمهور المكلخ. شوفوا الطريقه، شوفوا الاخوان، شوفوا شنو كيديروا في الولايات المتحده الامريكيه الاخوان. نقدروا نقولوا حنا لي زافريكان حنا خايبين ولكن شوف ما فعلوه في الولايات المتحده. دائما المشاكل